في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة الربح من موقع سنتعرف عليه في هذا الفيديو إن شاء الله، ويمكنك التوصل بأرباح إلى غاية $30 يمكنك ربحها يوميا، وهذه الطريقة فعالة. ثانيا، عندما تضغط على إعلان سيعطونك أرباح خيالية. نعم، في مثلا في نيو بوكس سيعطونك 0.0000 أما إلى آخره. أما في هذا الموقع فعندما تضغط على الإعلان سيعطيك 0.02 0.05، ويمكنك جمع ما يصل إلى نصف دولار أو دولار في يوم واحد. نعم، هذا من خلال الضغط على الإعلانات، وهي تتجدد كل ساعة أو ساعتين، أو تتجدد يوميا، في نفس اليوم تتجدد. لذلك أقول لك أنك يمكنك ربح أكثر من دولار في اليوم. هذا من الضغط على الإعلانات. أيضا ثالثا، يمكنك الربح من خلال الريفير، الإحالة. عندما يتسجل شخص منك ستربح منه، لكن الربح عندما يتسجل من خلالك مثلا 10 أشخاص تربح $1. مميزات الريفير كما تشاهدون، يتسجل عليك فقط 10 أشخاص $1. وإذا مثلا شخص منهم ضغط على إعلان بقيمة 0.2 مثلا، ستربح أنت 0.2 وهو سيربح 0.2. فليس هناك ستأخذ جزء من أرباح أو شيء من هذا القبيل. الأرباح لن تنقسم، بل ستعطى نفس الأرباح إليه عادي، وستعطى أرباح إليك لأنه سجل من خلالك. وهذا لا يعني أنك تربح من خلاله، تربح من خلاله ولكن لا تأخذ أي موقع. مميزات أقل ما تقال أنها رائعة جيدة. الآن سنشرح الموقع. هذا هو الرابط، سأضع رابط الموقع أسفل الفيديو، في الديسكريبشن. تذهب إليه ثم تضغط على ريجستر. هنا ستقوم بمعلوماتك إذا كنت قد سجلت من قبل، لكن نحن سنقوم بالتسجيل عبر الضغط على ريجستر. ننتظر الآن. هنا نقوم بملء المعلومات الشخصية. هنا فيرست نيم الاسم، هنا اللقب لاست نيم، هنا فون رقم الهاتف بالرمز الدولي إذا أردت، ثم الإيميل، إعادة كتابة الإيميل هكذا. ثم يوزر نيم. الآن أكونت انفورماسيون. هنا في يوزر نيم اختار الاسم المستخدم الذي ستقوم بالدخول من خلاله، فكما تشاهدون هذا الاسم. هنا withdraw كود، هذا كود السحب. عندما تذهب إلى سحب أموالك، عندما تصل إلى $2 ستستطيع سحب الأموال فقط، في أول سحب لك. وإذا في المرة الثانية يجب أن تصل إلى $6 لكي تستطيع السحب. هذا ملاحظة. إذن هذا هو كود السحب. إذا نسيته يجب أن تتذكر هذا الكود وتضعه بعناية. إذن سأضع الكود ولا تنسى نعم كما قلت. مرة أخرى تقوم بكتابة الكود هكذا كما تشاهدون، والكود أعيد كتابته. بيزا إيميل. هنا بايمنت انفورميشن، إذا كان لديك حساب بيزا ستضع الإيميل بيزا، إذا كان لديك حساب باي بال تضع إيميل باي بال، وإذا كان حساب بنكي آخر ضع الاسم المستخدم هنا. إذا لدي باي بال، سأضع باي بال هكذا. ستقوم بوضع العلامة على هذا الخيار، ثم تنزل أسفل ستجد بروسيد. المهم هذا الخيار تضغط عليه كما تشاهدون. ننتظر الآن حتى ينتهي العد التنازلي. هذا سيحدث عندما تقوم بالتسجيل وعندما تقوم بالدخول إلى حسابك. هذا دائما يحدث في هذا الشكل. Welcome to Majestic Swan, the elite investors club. The Forex market can be a profitable. الآن قمنا بالدخول إلى الحساب.
كما تشاهدون حسابك الشخصي كل شيء متوفر، الأرباح الخاصة بك صفر كما تعرفون قبل قليل. كما تشاهدون الإعلانات 0.02. إذا 0.02 ستصل إلى $1، ستصل إلى 0.1 الآن. وعندما تنتظر قليل من الوقت ستتغير الإعلانات، ستظهر إعلانات أخرى وستربح على 0.2 0.3 ستحصل على $. إذا هذه هي الطريقة. ستضغط على كليم كما تشاهد معي الإعلان. ننتظر، تنتظر الآن 58 دقيقة ثانية عفوا، يعني دقيقة. كما تشاهدون الآن سينتهي. الآن ستقوم بكتابة هذا الكود. يعني عند الضغط على إعلان وتقوم بهذه الخطوات ستظن أنها صعبة، لكن هي سهلة للغاية، فلن تكلفك أي. تضغط على back to account، العودة إلى حسابك. وكما تشاهدون هنا 0.02. يعني سأقول لك ستنتظر بعض الوقت وسيتم تحديث لظهور إعلان جديد بنفس السعر، وهذا رائع. إذا هنا الآن شيء مهم آخر، يجب الضغط على ستارت شورفين. لماذا عفوا سأقول لك لماذا ستضغط. أخطأت، سيتم الخروج الآن. هذه يعني يجب الضغط على عند الضغط على 10 إعلانات سيتم تحديد هذه الميزة. هذه الميزة يجب أن تضغط عليها ستارت شورفين، وستنتظر 10 ثواني وسيتم يعني نزع هذه الميزة. ويجب أن تعود إلى هذا الوقت وتفعل هذه الميزة كل 10 دقائق، أو يعني يجب أن تفعيل هذه الميزة ولكن بعد الضغط على 10 إعلانات. هذه الميزة مهمة جدا، يمكنك قراءتها، هذا ترجمته وقراءته لتعرف ما هي هذه الميزة. إذا الآن سنذهب إلى your referral link، وهذا هو الرابط الريفيرال الخاص بك أو الإحالة، ويمكن لأي شخص تسجل من خلالك. وضغط على إعلان ستربح. إذا ضغط على إعلان بقيمة 0.02 هو سيربح 0.02. لن ينزع أي سنت من هذا، يعني لن ينتزع أي يعني مبلغ من هذا الذي ضغط عليه. ولكن الروعة في هذا يعني الإحالة أنه سيأخذ 0.2 الخاصة بالإعلان كاملة وأنت ستحصل عليها، يعني لا أحد سيأخذ حقه منه. أنت تعبت وتسجلت وطلبت من شخص سجل عليك، فهذا يعني لن تأخذ أي شيء منه. هو يعمل، يأخذ ما ضغط على هذا الإعلان، أخذ 0.02. أنت ستأخذها لكن لن تأخذها من هذا، ستأخذها من الموقع، هدية من الموقع. إذا هذا هو كان الشرح. وكما تشاهدون إذا أردتم مساعدتي سأضع الرابط للتسجيل من خلالي إذا أردتم مساعدتي. وكما قلت لن أخذ أي يعني أرباحكم. إذا كان هذا شرح للموقع. أتمنى أن يكون الموقع يعني الشرح قد أفادكم. لا تنسوا الضغط على زر لايك لمساعدتي، وإذا أعجبكم الفيديو دائما لا تنسى زيارتنا على موقعنا الإلكتروني www.butraaw.com لتتواصل بجديد المواضيع. لا